طب ايه؟ كنت مستني ايه يعني؟ كنت مستني انك انت تكسب الترجي النهارده؟ فضيحه. اقسم بالله فضيحه. اقسم بالله العلي العظيم اللي حصل قدام الترجي النهارده فضيحه. انت خسرت النهارده، خسرت النهارده مش لانك انت خسرت بكام جون، انت خسرت لانك انت عملت كل حاجه فيها فساد. انت افسدت الفريق، انت خليت الفريق فقد الهويه بتاعته، انت جريت ورا لعيبه الزمالك وفضلت تجيب في لعيبه الزمالك. انت كل الصفقات اللي انت جبتها كدسها، ما جبت الصفقات للفريق. فانت كنت مستني ايه؟ كنت مستني انك انت تكسب النهارده والنتيجه فضيحه. اقسم بالله فضيحه. شفت الكره مش عايزه تدخل، الكره مش عايزه تدخل، اللعيبه بتتظلم في ارض الملعب، واكتر من لاعب ياخد انذار، واكتر من لاعب بيطرد، ومفيش اي حد بيتحرك. ليه؟ عشان اللعيبه فاقده الهويه، عشان مش دي لعيبه النادي الاهلي، مش دي اللعيبه اللي تليق بالنادي الاهلي، مش ده المدرب، مش ده المدرب اللي هجيله كمان شويه اللي يليق بالنادي الاهلي. ولكن انتوا السبب، انتوا اللي خربتوا النادي الاهلي، انتوا اللي خليتوا النادي الاهلي يوصل للمرحله اللي احنا فيها دلوقتي، الفضيحه. انت النهارده بتخسر قدام الترجي 3-2. الترجي بيجيب فيك 3 اجوان هنا، بيجيب فيك 3 اجوان هنا، في حين ان انت جبت ايه؟ جبت ايه؟ انت جبت جونين، جونين. انت عملت كل حاجه غلط، والله عملت كل حاجه غلط. محمد هاني استحاله، والله استحاله، اقسم بالله استحاله ده يكون باك يمين النادي الاهلي. استحاله والله العظيم، والله العظيم. انت اللعيبه بتعمل كوارث في الملعب، والله العظيم. انت النهارده خسرت كوره، وخسرت نفسيا، وخسرت كل حاجه، وخسرت لانك فاسد، خسرت لانك انت عملت كل حاجه غلط، عملت كل حاجه فيها فساد. فكانت النتيجه النهارده نتيجه كارثيه، نتيجه فضيحه. والله اقل كلمه تتقال ان هي فضيحه. هل دول لاعبين النادي الاهلي؟ هل ده مدرب النادي الاهلي؟ هل في حد رشيد في النادي الاهلي يقول اللي بيحصل في النادي الاهلي ده غلط وحرام وما ينفعش؟ هل في حد فعلا بيخاف النادي الاهلي؟ هل ده منظر النادي الاهلي؟ حد فيكم شاف النادي الاهلي النهارده؟ الاهلي النهارده ما جاش، الاهلي النهارده ما جاش. حتى لو كنت في الشوط الاول كويس، فانت كويس عشان خاطر الترجي هو اللي خلاك عملت كده، الترجي هو اللي تراجع. لكن الترجي لما نزل الشوط الثاني وبدأ يعمل عليك مرتدات، لان الترجي اصلا ما كانش، حتى المرتدات ما كانش بيعملها في الشوط الاول، او حتى لو كان بيعملها كان بيعملها استحياء. مدرب حاطط سيناريو، ده الفرق ما بين مدرب حاطط سيناريو للمباراة ومدرب خواجة، مدرب خواجة ولاعيبة خواجات. شيل النقطة من فوق. حاجة قرف، والله العظيم حاجة قرف، والله العظيم خسارة ان اللعيبة دي حد يقعد يفضي نفسه 90 دقيقة عشان يتفرج على عته الكروي اللي بيحصل. اللعيبة لا تستحق ان هي تلبس التيشيرت، مدرب ما يستحقش ان هو يعدي من جنب سور النادي الاهلي. لكن العيب مش عليهم، العيب بجد مش عليهم، العيب على الاداره. الاداره اللي راحت جابت لعيبه كدنسها، راحت جابت زيزو اللي ما بيعملش اي حاجه غير اوفرات، ما بيعملش حاجه غير اوفرات. لما فكرت ان هي تدعم الدفاع وتجيب حد بديل لمحمد هاني، راحت جابت احمد عيد، راحت جابت احمد عيد اللي بالمناسبه لو كنت جبت حد من الناشئين كان افضل منه. رحت جبت بن شرقي اللي انا بشوفه انه مشطب كوره. بن شرقي النهارده بيعمل خطا ساذج، خطا ساذج في نص الملعب بينتج عنه الجون الاول. انت مستني ايه؟ مستني ايه بجد؟ والله مستني نتيجه غير كده؟ تعمل كل الكوارث اللي انت عملتها في النادي الاهلي دي، والفضايح اللي اتعملت في النادي الاهلي، والفلوس اللي محدش عارف بتروح فين، ومستني ايه؟ مستني ان ربنا يكرمك؟ طب ازاي؟ ازاي طيب؟ ايه اللي انت عملته صح عشان خاطر تكسب النهارده؟ الكرة والله الكرة ما عايزه تدخل، والله العظيم الكرة في الشوط الاول ما عايزه تدخل. انا قاعد جنب واحد بقول له احنا هنخسر، والله بقول له احنا هنخسر، لان اللي شاف الكرة بتاعت امام عاشور اللي راجعه من الحارس، اللي امام عاشور شاطها وفي الاخر طلعت بره، يقول لك ان احنا هنخسر، يقول لك ان احنا مستحيل هنكسب بعد الكرة دي. ليه؟ لان انت عملت كل حاجه غلط، والله عملت كل حاجه غلط. مدرب قاعد لحد الدقيقه 80 علشان يغير، الدقيقه 80 عشان يغير. عندك لاعب زي حسين الشحات مطلعه بره، وبتلعب على اليمين زيزو اللي هو قده 3 4 مرات. في الاخر النتيجه انك انت تخسر. ترجي النهارده مبروك، والله العظيم مبروك. ترجي عنده مدرب، عنده مدرب قسم المباراه. انت عايز ايه؟ عايز تلعب العب. اداك الكوره في الشوط الاول كله، عملت بيها ايه؟ كانت النتيجه انك جبت جون في الدقيقه العاشره او في اول 10 دقايق ورحت نايم عليه. دي النتيجه، دي النتيجه. عملت ايه تاني؟ ما عملتش حاجه، عملت كل حاجه غلط، كل حاجه غلط النهارده انت عملتها. فما تستناش نتيجه، فلما تيجي تستنى نتيجه وانك انت تكسب يبقى انت بتضحك على نفسك، والله بتضحك على نفسك. اي حد مستني نتيجه غير كده في النادي الاهلي
يبقى بيضحك على نفسه. ان انت عندك اداره فاشله، اداره فاشله. يا الوقت اللي المفروض مع السلامه، مع السلامه. اداره مش حاسه بالنادي الاهلي، اداره مش مدركه حجم تيشيرت النادي الاهلي، اداره مفرغه نفسها للدعايه والاعلانات، ورئيس النادي يطلع يعمل اعلان في رمضان ولا اعلانين في رمضان ومش فاضي للفريق، ومش فاضي للفريق. واول ما ابتدت الكوارث اول واحد نط من المركب هو، وقال ايه؟ الصلاحيات لسيد عبد الحفيظ وياسين منصور. بعد ايه؟ بعد ما خربتها. انا بقولها، كابتن محمود الخطيب خرب النادي. كابتن محمود الخطيب خلاص على السلامه، باي باي هو وشويه الفشل اللي معاه. ارحلوا بقى من النادي الاهلي غير مأسوف عليكم، ارحلوا عشان انتوا خربتوا النادي، ارحلوا علشان انا في وقت غير ده، وقت غير ده، بلعيبه غير دي، كان ممكن ابقى خسران وفي فرق جونين او 3 اجوان والدقيقه 70 او الدقيقه 80 وببقى عارف ان فريقي هيرجع وهيكسب كمان. النهارده انا فقدت الثقه في النادي الاهلي، النهارده انا فقدت الثقه في النادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي ما بقاش موجود. النادي الاهلي النهارده بقى ملطشه لكل الناس، ملطشه لاي حد، اي حد سهل جدا ان هو يروح عليك. النهارده انت بتخسر على ارضك ويخش فيك 3 اجوان، 3 اجوان، 3 اجوان، وانت كنت محتاج تكسب 2-0 يخش فيك 3 اجوان. يبقى انت معاك مدرب نايم، معاك مدرب سباك، مدرب خواجه، مدرب ما بيفهمش في التدريب. المدرب اللي يقعد لحد الدقيقه 80 وفريقه متعادل 1-1 وال1-1 على فكره تخرجك، يبقى مدرب مش حاسس بقيمه المصيبه اللي هو عاملها. كفايه بقى، والله العظيم كفايه، كفايه. عشان احنا بنشوف عته، احنا بنشوف اهلي غير اللي احنا بنشوفه، بنشوف اهلي غير غير الاهلي اللي احنا متعودين عليه. مش ده الاهلي، مش ده الاهلي، مش دي اللعيبه اللي تلعب في النادي الاهلي. اللعيبه ما تعديش من جنب النادي الاهلي. رحت جبت لي مين؟ جبت لي بن شرقي، جبت لي امام، جبت لي زيزو، جبت لي احمد عيد، مش عارف جبت لي هادي رياض، مش عارف جبت لي مين، جبت لي 5-6 مدافعين، ورحت مشيت المدافعين اللي هم كانوا شايلينك، ورحت جبت 6 مدافعين هم مش عارفين يحلوا مكان اللي مشي. رحت مشيت رامي ربيعه، رامي ربيعه عامل خارب الدنيا في العين الاماراتي. رحت مشيت محمد عبد المنعم وانت مش عارف تجيب بديله. رحت مشيت وسام ابو علي، رحت جايب 2 ولا 3 مهاجمين وفي الاخر برضه ما لهمش اي 30 لازمه. انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا حد موزيكم على النادي؟ انتوا لو حد مسلطكم على النادي مش هتعملوا كده. اللي مش عارف قيمه النادي الاهلي يمشي. كفايه بقى، كفايه. انا مش عايز اللعيبه دي اسمع ان في حد فيهم بيتكلم في تجديد او حد بيقول انا عايز ازود عقدي. انا عايز اللعيبه دي يتقال ان اللعيبه دي مع السلامه اتفورت خلاص شكرا، نجيب لعيبه تانية بقى، او حتى نعتمد على الناشئين، نعتمد على اولاد النادي الاهلي. استحاله يكونوا بالسوق اللي احنا شايفينه ده. كفايه بقى المدرب ده بقى، كفايه حرقه الدم دي. مشي المدرب وهات مدرب وطني. كفايه والله، كفايه. لكن كالعادي ولا اي جديد، ولا اي جديد هيحصل. كالعادي هنروح، دي مصيبه حصلت. مين احسن لاعب في نادي الزمالك؟ مين احسن لاعب؟ بزيرة. هاتوا بزيرة، هاتوا بزيرة عشان تناموا الجماهير. مين احسن لاعب في النادي الاهلي؟ مين احسن لاعب في نادي الزمالك؟ مش عارف، محمد شحاته. هاتوه، هاتوا عشان الجماهير بتحب كده، هاتوا عشان احنا خلاص اتعودنا بعد كل فضيحه نروح نجيب صفقه جماهيريه. مين احسن لاعب في نادي الزمالك؟ حسام عبد المجيد. روحوا هاتوه عشان نغطي على الفضيحه، عشان نغطي على الفضيحه. انت للموسم الثاني على التوالي بتفشل انك انت تروح للنهائي للموسم الثاني على التوالي. ليه؟ عشان سيادتك بتعمل كل حاجه غلط. ليه؟ عشان سيادتك بتروح تجيب لعيبه كدسه. ليه؟ عشان خاطر المدرب يقول لك يمين تقول له شمال. ليه؟ عشان خاطر بتمشي احسن مهاجم في القاره وما تعرفش تعوضه. ليه؟ عشان معتمد على شويه معاتيه، شويه معاتيه بيجيبوا لعيبه، اي لاعب بيباصي باصتين حلوين مع بعض خلاص هو اللاعب ده يجي يلبس تيشيرت الاهلي. كفايه بقى، والله العظيم كفايه. ارحلوا غير مأسوف عليكم، حرقتوا دمنا، والله حرقتوا دمنا. خلاص الواحد ما بقاش اصلا حابب اني اشوف النادي الاهلي تاني. ما بقتش حابب ان انا اتفرج على مباريات كوره تاني للنادي الاهلي طول ما انتم موجودين في النادي الاهلي. والله طول ما انتم موجودين في النادي الاهلي خلاص الواحد كره الكوره، كره الكوره بسببكم. مبروك للترجي، النهارده لعبوا. كنت براهن على النادي الاهلي بس للاسف يعني، للاسف لا الفريق ده يتراهن عليه ولا الاداره دي يتراهن عليها ولا المدرب ده يتراهن عليه. اللعيبه النهارده، لو انا هقيم اللعيبه النهارده تقييماتهم كلهم اصفر، تقييماتهم كلهم اصفر. شوبير صفر، محمد هاني صفر، ادي رياض صفر، ياسر ابراهيم صفر، بالعمري صفر، ديانج صفر، امام عاشور صفر، مروان عطيه صفر، تريزيجيه صفرين، 3 اصفار، 4
احنا بنحنكش. انا بشوف اللعيبه لاول مره في النادي الاهلي جوز لعيبه بيتخانقوا على مين يشوط الكوره وعايزين ربنا يكرمنا في الاخر. زيزو 20-0، لاعب لا يستحق، لاعب فاضي، لاعب بالونه من ايام الزمالك وانا بقول عليه كده ولسه رايي فيه كده. بن شرقي كفايه والله كفايه. بن شرقي اللاعب رقم 12 مع الفريق التاني بجد والله. ما هو انا لما الكارثه تيجي من العدو ممكن ابقى متوقعها، لكن لاعب معايا يتسبب في خساره فريقه النهارده مش كفايه ان هو ما بيراجعش، لا ده كمان. اتفضل يا باشا الكوره روح هتجول. ادي بن شرقي بجد والله، ادي بن شرقي. مين تاني منزل لي اللعيبه في الدقيقه 80؟ طب اللعيبه تنزل تعمل ايه بجد؟ انت اللعيبه تعمل ايه الدقيقه 80 وانت محتاج 3 اجوان؟ محتاج 3 اجوان، 3 اجوان وفي الدقيقه 80 بتنزل لعيبه. انت بتهزر، اقسم بالله بتهزر، ده اسمه هزار. كفايه والله كفايه كفايه. ارحمونا بقى بالله عليكم. لا عايزين نشوف وش الاداره، ولا عايزين نشوف اللعيبه دي تاني، ولا عايزين نشوف المدير الفني ده تاني. وجوده في النادي الاهلي بعد النهارده جريمه. وجوده النهارده في النادي الاهلي بعد المباراه دي جريمه. اصلا وجوده بعد كميه الكوارث اللي عملها الفتره اللي فاتت من بعد مباريات السوبر المصري، وجوده في النادي الاهلي جريمه. فخلاص كفايه كفايه. اللي جابه يمشيه ويدفع فلوسه، اللي جاب المدرب ده يمشيه ويدفع فلوسه. كفايه كفايه كفايه. مدرب يمشي، الاداره مع السلامه، الاداره مع السلامه. عايزين تغييرات، عايزين تغييرات، مش عايزين لعيبه من الزمالك. انا كراجل بشجع النادي الاهلي بحب النادي الاهلي، انا عايز تغييرات جذريه. عايز اشوف النادي الاهلي بتاعي اللي خد النادي الاهلي بتاعي وضيعه يجيبهولي. ده مش النادي الاهلي اللي احنا عارفينه. ولكن كالعاده انت بعد الفضيحه دي هتروح تدور على احسن لاعب في الزمالك وتجيبه عشان تغطي على الفضيحه بتاعتك. دي العاده بتاعتك، بعد كل مصيبه تروح تجيب لاعب كان في الزمالك. طب هم اصلا كانوا نفعوا في الزمالك؟ ما هو في مثل بيقول لك العجل كان نافع نفسه. بلاش اقول المثل بيقول ايه، بس انت خليها العجل. بيقول لك العجل كان نافع نفسه. لو اللعيبه دي كانت نفعت في الزمالك ما كانش زمان الزمالك وصل للمرحله اللي هو فيه دلوقتي. بل والله الزمالك افضل منك دلوقتي، افضل منك حالا. انت لعيبه بدون هويه، لعيبه بتلعب عشان خاطر الفلوس وبس، لعيبه كل واحد فيهم عايز يجيب جول. والله لعيبه كل واحد فيهم عايز يجيب جول. الكوره عندي يا جدعان، الناس مش سالكه لبعضيها، الناس مش، والله الناس ما سالكه لبعضيها، مش سالكه والله. كفايه والله كفايه كفايه حرق الدم. سلام.